بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبأحسن حال، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم كده ان شاء الله. احنا النهارده معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بأي فيديو بننزله. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك. احنا النهارده معانا فيديو حلو قوي، يعني فيديو كده من الاخر. كان عندنا كيس بامية كده، كيس كبير كده حلو. فمن السنة اللي فاتت، من أيام البامية ما كانت موجودة، وطبعا البامية خلاص قربت تطلع اهي. فقلت بقى ايه بدل كده ما اسيبه واجيبه بقى ايه اعمله في رمضان. انا عملته المرة دي، لسه عندنا طبخة كمان هنبقى نعملها ان شاء الله حتى لو بعد رمضان. فطبعا احنا يعني في رمضان من الواحد بقى بيدور على اي حاجة في التلاجة بتاعته يعمل. فاول ما لقيت كيس البامية ده، انا من يوم ما شفته قلت خلاص ايه انا لازم اعمل كده طاجن حلو في رمضان. فربنا قدر وأذن كده وعملناه بقى ايه النهارده. طبعا طاجن البامية ده بيبقى حاجة كده، يعني بتدوب كده في البق، طعم وريحة وشكل وكل حاجة حلو. فرحت جايبه اللحمه وسلقتها، وبعد بقى عشان اطلع منها برضو اي حبه شرب. ورحت جايبه بقى الحله كده، ورحت حاطه فيها بصلايه. ان انا اشوح البصليه كده واديها تسفيره تطلع ايه ريحتها والطعم كمان. وبعد كده رحت كنت مقطعه فلفلايه خضره كبيره، وفي واحده حراقه وواحده حلوه. قطع صغيره برضه. ما بتحطي، وبعدين بروح جايبه الفلفل واروح حاطاه مع البصل برضه ياخد ايه التشويحه، واقعد اقلبه كده على انه يطلع برضه ايه ريحته. الحركه دي بتبقى حلوه قوي قوي، بتدي طعم كده ونكهه للباميه واصلا حتى قبل ما احط الباميه الريحه بتبقى حلوه قوي. الباميه ايه مفرزه زي ما انتم شايفين. انا بجيبها من الفريزر بحطها على طول في الحله. ما هوش بقى بسيبها تفك ولا حاجه، لا بالتلج بتاعها وهي لسه مجمده بروح احطها في الحله. عشان كده هي بتاخد تشويح معايا كتير قوي، لان هي ماهيش فريش، هي طالعه من الفريزر وما ينفعش اسيبها تفك، لان لو سبتها تفك من التلج هلاقيها دبلت وجابت ميتها وكده. فلازم نحطها وهي مجمده. اي خضار عموما لازم نسيبه نحطه في الحله وهو مجمد. ما ينفعش نسيبه يفك خالص. فزي ما انتم شايفين اهو، انا بقى اشوحها بقى تشويحه حلوه، هقعد اقلبها. يمكن المقطع ده خد وقت شويه، لان بتاخد وقت كبير على ما تبدا تغير لونها وتبدا حتى تفك ايه من بره بس مش من جوه. من بره بس، وترجع بقى ايه للخضار بتاعها الحلو ده. بعد كده زي ما قلت لكم اهم حاجه ايه التشويح. على طول ايدي فيها، وطبعا تخلي بالك علشان برضو ما تلزقش منك او حاجه، والنار تبقى متوسطه كده، ما تبقاش عاليه عشان ما تتحرقش معانا. فبقيت البصليه بقى، انا كنت جايبه بصليه حلوه، حطيت الحبه الاولانيين التشويحه، ولسه الحبه التانيين دولت قطعتهم اهو زي ما انتم شايفين. ورحت نازله بيهم على الباميه. وبعمله برضه شفشق عصير طماطم، وعصير الطماطم ده يبقى حلو قوي قوي لو حطيتي بقى فيه فص توم. برضه يتفرم مع الطماطم. وبعدين بروح نازله بيه برضو عليها. وطبعا لازم خضة الشفشق لازم، ده طبعنا كلنا كل الستات المصريه. يعني يقول لك ايه بدل ما الشفشق كده نرمي ولسه في حبه، بقى بنروح حاطين فيه حبه ميه ونقلبه كده، ونروح حاطينهم زي ما انتم شايفين. انا بقى لو احتجت بعد كده حاجه سائل للباميه هزود شوربه، انا عندي شوربه يعني. بعد كده بروح نازله بقى بمعلقه سكر كبيره او معلقتين كبار. وبروح نازله بقى بالتوابل بتاعتنا، البهارات، بحط بقى كزبره ناشفه، حبه شطه، حبه كزبره، زي ما قلت حبه كمون. البهارات المشكله اللي هي السبع بهارات برضو دي عندي اساسي، فحطيت منها. حط التوابل اللي متاحه عندك بس كتري من الكزبره الناشفه، بتديها طعم حلو. وبعد بقى ما حطيت ده كله هظبط برضو الملح بتاعها، وما ننساش السكر. هظبط الملح بتاع الطاجن. و فهروح بقى بعد ما احط كل التوابل بتاعتي دي وظبطنا الملح وكله، اروح بقى اعديها تقليبه حلوه كده واسيبها على النار. هتاخد يعني ايه نص سوا، مش هقول لك 3/4 ولا كده ولا لا، هي هتاخد نص سوا على النار. وبعد كده بقى هروح ايه منزلها بقى، لسه هنكمل بقيه التسويه في الفرن. كنت عامله معاه رز ابيض، وطبق سلطه حلو كده. حته مخلله، حبه جرجير، يعني حاجه كده تحفه. زي ما انتم شايفين اهو.
بعد بقى ما خلاص اهي شوفهم وصلت، يعني ده في نص كانت غلت شويه. بروح بقى جايبه حبه توم حلوين كده، 3 4 5 6 فصوص توم حلوين، وبروح مقطعاهم. عايزه تدقهم في الهون دقيهم، عايزه تقطعهم قطعهم. انا بحب ان انا اقطعهم كده واحطهم ايه متقطعين قطع صغيره وبحطهم عليه. بعد ما بحطهم هنا كده بروح اعطيها تقليبه واروح طفي على طول. التوم ده بالطريقه دي بيديها طعم وريحه. لو عايزه بقى تعملي الطشه اعمليها، بس انا عشان احطها في طاجن في الفرن عملتها كده. بعد كده بروح جايبه بقى الطاجن بتاعنا واروح حاطه فيه اللحمه، وبروح نازله بيها نازله بالباميه على طول. اللحمه برضو كانت لسه سخنه، يعني مطلعاها من الحله على طول. وبروح مظبطه بقى الطواجن كده ان انا اريحها، واروح حاطه ايه شوف هي محتاجه سوائل. السائل اللي انا هزوده بقى ما ينفعش ازود ميه، انا هزود شرب. هظبطها كده على ان إيه تبقى متغطيه كده مثلا، ما تبقاش محتاجه سائل ولا حاجه لانها هتدخل الفرن. فهروح مكمله بشوربه. وبعد بقى ما اكمل بشوربه هروح ابدا بقى ايه اقلب الطاجن كده في بعضه، ان اللحمه مع الباميه مع كله عشان كله ياخد من نفس الطعم. بعد كده بقى بروح جايب قرنين فلفل اخضر حاميين، واروح حطهم كده على الوش ومدخلاها الفرن. هتاكلوا احلى طاجن باميه تعملوه باسهل طريقه.